السلام عليكم حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم ميني بسيطلات حلوين ديال الدجاج، ومعها واحد السر خطير اللي تجي صراحه لا رائعه وتجي زوينه بزاف، يعني ولات مطلوبه عند الكليان ديالي. هو بسيطلات الدجاج بالليمون، تيجي فيهم واحد المذاق رائع. المهم غادي ندوزو على بركه الله باش ما نطولش عليكم. كما تشوفوا هنايا عندي هنايا الدجاجه مقسومه على 4، هنا من الوزن ديال 3 كيلو. عندي كاس ديال الليمون، التوابل عندي الخرقوم البلدي، عندي البزار، عندي 2 دويمات ديال الزعفران، او اللي عنده الزعفران شعره يديروا احسن. عندي واحد المعلقه كبيره ديال سكينجبير، عندي الثومه مدقوقه، عندي شويه الملحه، وعندي شويه ديال السمن، وعندي القزبر ومعدنوس. المهم غندوزو باش نخلطو الخليط ديالنا. غندير هاد التوابل كلهم، الملحه ديروه شويه لان اصلا هذوك المكعبات تيكونوا شويه مالحين، كذلك مع السمن. المهم انا درت شويه، درت واحد المعلقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس. هنا غادي نخوي هاد الكاس تاع الليمون اللي غادي نخلط به هاد الشرموله، وغادي نبيتها غدر قد هاد التوابل، وغادي نبيتهم ليله كامله من الاحسن باش الدجاج يشرب هذيك الاقامه. دائما غادي نتقب هنايا بالموس مزيان، تنفلح هاد الصدر باش تدخل ليه الاقامه. والدجاج انا خليته بهذيك الجليده ديالو لانها تطلق هذيك البنه وتطلق ليدام. انا اليوم هذا الفيديو اختلفت لكم على البسطيلات العاديه اللي موالفين تيداروا، ولكن صدقوني الا جربتوا هاد البسيطلات راه تيجيو رائعين، وتيجيو فيهم واحد المذاق ديال الليمون. تيجيو رائعين. المهم غادي ندير الدجاج هنايا، هاد البول يعني صغير، غادي ناخذ برم شويه كبير. انا خديت هاد البانيو كبير باش الدجاج يدخل فيه الاقامه مزيان. تنفلحو مزيان باش يدخل ليه هذيك الاقامه. هنا راه ما غادي نضيف لا ماء لا حتى شي حاجه، فقط هذاك الليمون هو اللي غادي نطيب به الدجاج. كما تشوفوا صافي هنايا غادي نخليه يترقد حتى الصباح ان شاء الله. عاد ندير الطيب ونكمل معكم التتمه ديال الفيديو. المهم هذه المرحله الاولى. المرحله الثالثه هي اللوز. انا نقصت لكم المرحله الثانيه هي البصله. المهم من بعد ما غادي طيب ليا الدجاج غادي ناخذ واحد 4 البصلات، غادي نشلضهم وغادي نديرهم من مورا ملح يد الدجاج. هنا عندي اللوز، هاد اللوز هنايا عندي نص كيلو. المهم تيبقى نتوما عندكم مساله اختياريه شحال عندكم ديال، بغيتوها ديروها بسطيله كبيره، بغيتوها ديروهم ميني بسيطلات،
المهم على حسب الكميه. انا هنا خديت نص كيلو ديال الرز مسحته وغادي نديرو يتحمر في الفران هكا بقشورو وبكل شيء حتى يتحمر، وغادي نطحنو وغادي نزيد معاه شويه ديال السكر سنيده، واحد المعلقه ولا جوج معالق، وغنزيد معاهم كذلك واحد جوج ساشيه ديال الزا زهر البرتقال منسمه بالبرتقال، وكذلك شويه ديال القرفه. المهم ان شاء الله بقاو معايا تنكمل الفيديو كامل. بعد ما الدجاج هبات ليله كامله في هاد التوابل في العصير تاع الليمون، صافي دابا غادي نحطو في الكوكوط. راه واشرب لقامه مزيان. في هاد الكاس تاع الليمون فقط، ما غادي نضيف لا بصله لا حتى شي حاجه. غادي يطيب هنايا، من غادي يطيب غادي نحيدو بعد ما نشرط انا البصله. بعد ما طاب الدجاج صافي دابا هنايا غنحيدو، غادي نحطو في الطبسيل حتى يبرد، عاد غادي نقطعو. راني نسيت انا ما قلتلكمش، غضفت تقريبا واحد نص كاس حتى الكاس لاروب ديال الزيت على حساب. الزيت يبقى عينه ميزانه. المهم درت نص كاس لان مع الجلده ديال الدجاجه طلقت هي اليدان ديالها، ولكن دابا ملي نغرم البصله ضروري غادي نزيد الزيت. نتوما راه ما زدت لا ما لا حتى شي حاجه، ها شتي ها هو المرق هذا ديال الليمون فقط. الدجاج ديجا طلق الماء وما ديراش البصله. دابا عاد غادي نرمي البصله. هنايا راه تقريبا كيلو ديال البصله. نخلطها في هذيك القامه وعيني ميزاني. مازال غادي نزيد شويه د الملحه وغادي نزيد شويه د البزار، وكذلك غادي نضيف شويه الزيت. ما غادي نضيف لا ماء ولا حتى شي حاجه لان البصله ديجا تطلق الماء. هنا غادي نضيف هذاك شويه ديال القزبر المعدنوس اللي كنبقى. صافي غادي نحرك مزيان باش القامه تشرب البصله، باش البصله تشرب القامه. بعد ما غادي طيب البصله غادي نزيد المكون السري اللي فعلا تتجي خطيره بالمذاق. هذا راه الليمون مع السل، تجي فيها واحد النكهه واحد المذاق، يعني ما غاديش نوصفو لكم صراحه الله. يعني نتمنى تجربوا هاد البسيطات وغتردوا عليا الخبر، لان فعلا تيجيو رائعين وتيجيو مختلفين على البسطيله العاديه اللي موالفين تنديرو. دابا حتى طاب لنا شويه البصله، طاح لنا البصله، عاد غادي نضيف هاد القشور ديال الليمون المسلين. بالنسبه للمتتبعين ديالي الجداد، راه الفيديو ديال القشور البرتقال المسلين راه منزلاه في القناه ديالي، يعني تدخلوا وتشوفوا الطريقه راهي سهله وما تطلبش يعني وغير مكلفه، يعني راه
انا تبسالي وحده دابا راه وقت الليمون نستغلوا الفرصه. هانتوما راه قريبه تسالي ليا، راه خاصني دابا باش نوجدو. وغادي نضيف ارزه زهر سكر بنكهه زهره البرتقال حتى هي مع تيجي واحد المزيج بين هاد النكهه وبين البرتقال والبصله وهذاك الليمون، يعني تجي يا سلام، تجي مذاق رائع جدا جدا. مهم بقاو معايا حتى النهايه ديال الفيديو. بعد ما طابت لي البصله وعسلتها درت فيها 4 البيضات، ما شاركتوش معكم ولكن راه درت هنايا 4 البيضات لان ردوا البال. بحال كنت مجهده شويه البوطه وكنت ندير واحد تنصايف واحد الحشوه اخرى ديال الحوت، الطلبيه ديال الحوت. يعني دائما انتبهوا منين البصله تبدا تشرب نبقاو تحركوا. يعني انا بحال الكوكو تلصقات لي شويه، هذاك الشيء علاش خويتها هنايا. صافي كما تتشوفوا هانتوما ها الحشوه طابت، زدت السكر، زدت عويدات ديال القرفه ها همايا. يعني هنايا صافي طابت وقفات في الليدام ديالها، عاد زدت السكر على حسب الذوق ديال كل واحد، وزدت كذلك 4 البيضات وخليتها حتى وقفات في تنشفات من الماء من كل شيء. انا دابا غادي نصفيها باش هذاك الزيت ديالها كله يتخوى هنايا. صافي تنزولوا هاد العويدات ديال القرفه وغادي تسقطر لينا من هذيك الزويته ديالها. هذيك الزويته بها باش غادي ندهن الورقه ديال البسطيله. الدجاج هنايا حيدت ليه العظيمات وداكشي والجلده وكلشي، هانتوما كما تشوفوا. غادي نقطعو وغادي نخلطو مع هذا الخليط دابا نتسقطر شويه من الزيت باش البسطيله ديالنا ما تجيش فازقه. هذا اللوز انا حمرته وطحنته كما تشوفوا، يعني ماشي ما نيلتوش بزاف وما خليتوش مهم شويه. انا نقرب لكم فيه بعد الحبيبه تاع شويه باش يبان اللوز. غادي نضيف واحد شويه ديال القرفه، هانتوما هي رصه القرفه، وغادي ندير ارزه زهر، وغادي ندير واحد 2 معالق ديال سنيده، لان اصلا عندي الحشوه ما حلواش بزاف. وغادي ندير فيها واحد 2 معالق ديال الزيت، غنديرها بحال شكل بخانيني، ولكن هي راه ماشي بخانيني، يعني ماشي ممليلاش. هي باش يعطي واحد التعليكه كما تنقولوا، تيجي تنبقى نخلط مزيان باش هذاك الزيت هذيك القرفه والجانبه ونكهه البرتقال باش تدخل مع بعضياتها في اللوز مزيان. الا بان لينا راه باقي شويه ناشف، هانتوما راه باقي بان ليا هنايا شويه ناشف، غنزيد واحد. المهم دائما عندنا ميزاننا. نتوما ملي تكونوا ديروا اللوز يتحمر ماشي تخليوه تيولي محروق ويعطينا واحد المروره خايبه،
لا هي تحمر شويه تنشوفوا نقدروا نقلبوا نهرسوا. انا نوريكم شتي تولي بحال هكا. نقلطوا اللوزه نهرسوها. هذا راه ديجا تا هو محمر. هانتوما شتي يعني ما تكونش كحله من الداخل باش اللوز ما يعطيناش واحد المرورة ديال الحراق ديال اللوز. بهذه الطريقه راه تجي زوينه. يعني اللوز يبقى الاختيار ديالكم، بغيتو تفسخوه وتحمروه في الفران او تقليوه وطحنوه، بغيتو ديروا هذه الطريقه. هذه الطريقه انا عجبتني وتعطي واحد المذاق رائع في البسله مع الليمون. يعني ما نقولش لكم كي تجي المذاق ديالها. المهم غادي نخلي دابا هادشي. ها اللوز وجدتو، الحشوه حتى هي وجدتها. غنمشي دابا نجيب الورقه، ما عندهم الورقه اتصلت بيه قبيله، وان شاء الله باش نكمل معكم التتمه. انا مشيت جبت الورقه. ها هي الورقه ديال البخار كما شفتوها. صافي هي ديجا هو مقطعها ليا من الجناب. غادي نشدها غادي نقسمها بحال هكا. راه ديجا حاطه الطريقه في الفيديوهات اللي قبل في البسيطلات اللي دايره ديال الحوت وديال الدجاج مالح بالشامبينيون. تنديروهم مثلثات. هذه هي الطريقه. واش ناخذ تنخدمو. انا دائما تنخدم بالورقه ديال البخار. هاد نتوما راه ما ميدمه ما حتى شي حاجه، وتا الخدمه ديالها تتكون سهله. صافي على بركه الله غادي نشارك معكم. تناخذ هاد الساعه. المهم نتوما تاخذوا اي حاجه عندكم، ودائما تنديروا الوجه الحرش هو اللي تنديروا الفوق. هو هنايا شتو ها اللي دام ينزل من الحشوه على الدجاج. تندهنوا هي الورقه شويه وصافي. الحمد لله. صافي تنديروا هذا الشكل هكا. غندير في الاول واحد شويه ديال اللوز. هنا غادي ناخذ الدجاج كما قلت لكم راه ديجا خلطته مع البصله وهذوك القشور تاع الليمون اللي زدت. نقدروا نخدموا بيدينا. يعني صراحه الله الخدمه اللي راه تدار فيها البركه. وتنعمروا الجناب الحواشي مزيان لانها تقدر طيب لينا وتيخواو تتولي صغيره ما تتبقاش في الحجم ديالها. صافي تنمشيو بهاد الطريقه. غنزيدو واحد شويه ديال اللوز من الفوق. صافي وتنجمعو بحال هكا. تلصقو اما بالبيض تاع البيض او تلصقو بالطحين. تنقطعو هاد الجنيبات باش ما تجيناش الورقه كثيره. شتي هي الورقه الا كانت جديده هي راه الورقه الا كانت جديده راه ماشي بالشرط كاع تلصقوها بالزيت بالبيض ولا بالطحين ولا. هلو انا شاركتها معكم غنشارك معكم كذلك الثانيه. نفس الطريقه. غندير شويه اللوز هنايا لتحت
وكذلك دابا هادو انايا بالنسبه الا بغيتو ديروها بسطيله كبيره، القياس ديال 40 او ديال 45. المهم القياس ديال 40 اللوز تنديرو فيه نص كيلو فقط. القياس ديال 45 تنديرو اللوز كيلو الا ربع، وعاد تنخليو اللوز اللي غادي نزينو به اما بريوات ولا محينشات اللي تنزينو به الفوق الوجه ديال البسطيله الكبيره. شتي هانتوما تشوفوا تنعمر الجناب. صافي عاوتاني وغادي ناخذ واحد شويه وتنورك هكا بيديا باش الورقه تتلصق. حاولوا ما تكثروش الزيت باش البسيطلات ما يطلقوش ملي يكونوا يطيبوا، ما يجيوش ميدمين ويطلقوا الزيت بزاف. بالنسبه للمبتدئات انا قلت لكم لصقوا اما بالبيض تاع البيض او بالطحين، خلطوه مع شويه الماء وديروه. صافي دابا تمشي بهذه الطريقه هانتوما، يعني تيجي حجم واحد، ماشي تيجي شي كبير وتيجي شي صغير. دابا غنكمل الكميه اللي عندي وغادي نرجع معكم. ها ماشي انا جمعتهم، هانتوما راه ما درت لهم لا طحين لا حتى شي حاجه. قلت لكم اللي تتكون مولفه الخدمه بحال هكا راه ما سيرتو ملي تكون الورقه جديده، يعني ما تخافوش منها. وواحد الحاجه مهمه نتقبوهم باش ما تنفخش لنا الورقه ويتفرقعوا لينا. صافي شتي هنا تقبتهم. صافي غادي نستهم في اللاطه وغادي ندخلهم للفران. المهم انا بغيت نشارك معكم هذه المعلومه ديال اي بسطيله عندكم سواء كبيره ولا صغيره دائما تقبوها. من بعد ما طابوا يعني صافي تندهنوهم شويه د العسل وتندوقهم، يعني تيبقى التزيين اختياري. انا درت لهم هذا الشكل ديال التزيين، نص سكر كلاصي ونص لوز كان عندي ديجا محمر ومهرمش، وزوقتهم بهاد زينتهم بهاد الوريده ديال الورقه ديال الورد. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات اللي شاركت معكم. نتمنى هذا الفيديو يستافدوا منه بالنسبه للبنات المبتدئات وبعض الاخوات في الفيسبوك اللي تواصلوا معايا وقالت لي اختي عطينا الجديد. المهم هادو النكهه ديال الليمون، هادو ميني بسيطلات بالنكهه ديال الليمون، ومازال ان شاء الله غادي نشارك معكم بسيطلات اخرين حلوين بالبصله معسله، يعني حتى هما تيجيو زوينين وتيجيو لذاذ بزاف. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو، نتمنى ان ما نكونش طولت عليكم، وكذلك يكون الشرح ديالي مفهوم للاخوات. وشكرا لكم بزاف، شكرا على التعاليق ديالكم، شكرا على البارطاج يعني التشجيعات ديالكم. شكرا للبنات الجداد اللي يلاه دخلوا عندي، شكرا لكم بزاف. وشكرا للناس كذلك الناس المتتبعين ديالي القدام، يعني تنشكركم. وواش مبروكه ان شاء الله. وان شاء الله اي اقتراحات بغيتو غادي نشارك معكم، ومازال ان شاء الله غادي ندير معكم فيديو غادي نوضح لكم بزاف د الحوايج. نتمنى ما نكونش ثقيله على قلبكم، ومع السلامه في فيديو لاحق ان شاء الله.